بغيت ندوي معكم في واحد المسألة. المهم السلام عليكم بعدا. بخصوص رئيس حكومة السي عزة خنوش. واحد المسألة ما عرفتش لاحظتوها ولا لا. كنشوف ملي كيحط شي بوست في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، خصوصا في فيسبوك، فاش كيحط شي بوست في الباج ديالو الرسمية، الصفحة الرسمية، وكتلقى كاع 90% ديال لي كومونتير: نحن واثقون بنجاح هذه الحكومة، نحن نثق بإنجازات هذه الحكومة، هذه الحكومة يعني وفت بوعودها وكذا، وحققتم إنجازا تاريخيا وكذا. أنا ماشي نصيحة للسيد رئيس الحكومة، حتى أنا عارفه ماشي هو اللي كيحط هذا الشيء. أنا ما عارف هذوك الناس اللي كيشتغلوا معاه. احنا في 2025 بلا ما احنا ماشي حمير. الشعب المغربي راه ماشي حمار، ماشي حمار باش تقولبوا بديك البروباغندا الخاويه. اتقوا الله. حاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم: ملي وصلوا الانتخابات، الله يجازيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين. سيروا صوتوا، الله يجازيكم بخير، ما سيروا صوتوا. اي واحد كيشوف دابا هاد ستوري، الله يجازيكم بخير. ملي تكون الحمله الانتخابيه، ملي يكونوا انتخابات في 2026، سيروا صوتوا، الله يرحم بها الوالدين. غا ما تصوتوش على حزب واحد، ما تصوتوش على حزب التجمع الوطني للاحرار، غتصوتوا على حزب التجمع الوطني للاحرار في الوقيته اللي ما يكونش الامين العام ديال الحزب هو عزة خنوش، يكون شي امين عام اخر نقدروا نعطيوه فرصه، ولكن ما تعطاش فرصه ثانيه السي عزة خنوش. فالله يجازيكم بخير، سيروا صوتوا على اي حزب كيف ما كان، غا ما تصوتوش دابا على حزب التجمع الوطني الاحرار. الله يجازيكم بخير.